اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج تاع الوصفات اللي شد البشره. تتبقى البشره ديالك دائما مشدوده، تتبقى دائما البشره ديالك ما فيهاش التجاعيد. غادي ديري معايا اختي هذه الوصفه اللي غادي نشارك معكم اليوم، وكذلك غادي نشارك معكم واحد المقشر اولا واحد السكراب اللي هو واعر البنات من نفس المكونات. جوج تاع الوصفات من وصفه اللي هي زوينه بزاف، جوج تاع الوصفات اللي غزالين ورائعين وطبيعيين 100%، والنتائج ديالهم فوريه، النتائج ديالهم زوينه. ولكن نبغيك اختي تشوفي لا فيديو من الاول حتى الاخر، وانا متاكده انك غادي تقتنعي بالوصفه وغادي تنوضي دابا وتجربيها. ودابا ندوزو نتعرفوا على المكون اللي هو جيل بذور الكتان ومكونات اخرى. بذور الكتان اللي غني بالكولاجين، غني بالمواد اللي تتشد لنا اولا الماده اللذيذه اللي تتشد لنا البشره ديالنا. من اروع الماسكات اولا اروع الوصفات اللي شد البشره. الا بغيتي يا اختي تبقاي دائما شابه وصغيره وزوينه والبشره ديالك مجبده ومشدوده، والعمر البنات راه ماشي مجرد ارقام. البنات ما تقولوا ليش التجاعيد راه ما تيداويهم حتى شي حاجه، وتقولوا لي راه غادي يجي واحد الوقت وغادي يكونوا التجاعيد. لا يا البنات، التجاعيد راه ما تيجيوش بالعمر. كتلقى بنت في العشرينات اولا في الثلاثينات فيها التجاعيد في البشره ديالها، يعني باقه شابه، يعني الثلاثينات اولا العشرينات راه باقه صغيره، ولكن الغلط ديالها ما تكونش عندها واحد الدرايه اولا واحد العنايه بالبشره ديالها. راه الا كنتي اختي تهتمي بالبشره ديالك وتعطيها واحد الاهتمام، راه ضروري تكون البشره ديالك دائما زوينه. وهذا الجيل اللي غادي نشارك معكم البنات راه زوين بزاف وغزال البشره. ودابا ما نطولش عليكم، ندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه الاستعمال. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ واحد الكاسرول كما تشوفوا معايا البنات، واول مكون اللي غادي نحتاجو اللي هو بذور الكتان اولا زريعه الكتان اللي مليئه بماده الكولاجين اللي تتشد لنا البشره وتتقضي على التجاعيد. غادي نوضع منها واحد جوج المعالق كبار تاع بذور الكتان اولا زريعه الكتان. وثاني مكون اللي غادي نحتاجو ليه اللي هو الرز العادي يا البنات، الرز اللي تنديرو مع الحليب. الرز البنات راه تيبيض وتيصفي لنا البشره، يعني جوج تاع المكونات اللي واعرين وغزالين وغير مكلفين، وصفه اللي هي سهله وبسيطه ولكن النتيجه ديالها واعره يا البنات. نتمنى تتبعوا معايا لا فيديو باش ان شاء الله تخرجوا مستافدين من هذه الوصفه هذه. غادي ندير تقريبا جوج تاع المعالق كبار تاع الرز، غادي نضيفهم على زريعه الكتان، جوج تاع المكونات اللي غزالين ورائعين وطبيعيين 100%. درت جوج معالق كبار تاع الرز مع جوج معالق كبار تاع زريعه الكتان اولا بذور الكتان، وغادي نضيف لهم البنات واحد الكاس كبير تاع الماء، وغادي نمشي نوضعهم فوق النار اللي تتكون متوسطه. وضروري يا البنات ما تبقاو تحركوهم مره باش داك الرز ما كيلصق لكمش في الكاع تاع الكاسرول. صافي البنات، غادي نبقى نحركهم مره هكا كما تشوفوا معايا، وغادي نخليهم حتى كنشوفوا داك الرز بدا كيطيب لينا وديك زريعه الكتان تطلق داك الجيل ديالها اولا الهلام ديالها. المهم البنات غادي نخليهم فوق النار كما تشوفوا معايا. هاد المكونات راه زوينين في شد البشره وتبييضها. وغادي ندوز نكمل معكم الوصفه. وثالث مكون عندنا هو البطاطا. ايها البنات البطاطا، وانا دائما تنقول لكم فين ما شفتوا شي وصفه فيها البطاطا ديروها بعينكم مغمضين، وراه عطيتكم بها عده وصفات والحمد لله كانوا ناجحين بشهاده المتتبعات الغزالات الوفيات ديالي. غادي ناخذوا اخواتاتي غير واحد البطاطا اللي تكون صغيره، وغادي نشدوها وغادي نقيوها كما تشوفوا معايا من القشور ديالها، وغادي ناخذوا واحد الحكاكه اللي تكون رقيقه. ضروري البنات الحكاكه تكون رقيقه ماشي الحكاكه الغليظه. وغادي نحكوا اولا غادي نبشروا ديك البطاطا يا البنات راه تتبيض البشره وكذلك تتوحد لنا اللون تاع البشره وتتقضي لنا على التصبغات الكلف النمش. يعني البطاطا راه زوينه بزاف وكذلك تتسد لنا المسامات الواسعه بثلاثه تاع المكونات اللي هما طبيعيين. غترجع البشره ديالك مشدوده، غادي ترجع البشره ديالك بيضاء مجبده نقيه ما فيها لا تصبغات لا مشاكل لا حتى شي حاجه. غادي تفرحي ان شاء الله بالنتيجه ديالها. ودابا خواتاتي بعد ما حكينا ديك البطاطا غنخليو على جنب. ودابا خواتاتي كما تشوفوا معايا الرز راه طاب وكذلك زريعه الكتان تنفخت لينا. غادي نطفي عليهم النار. ها هما يا البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله، يعني راه ما تيشدوش لنا واحد الوقت اللي هو طويل. راه دغيا البنات هاد الوصفه كتوجد. غادي ناخذوا ديك البطاطا اللي بشرناها في الحكاكه الرقيقه وغادي نديرها في الخلاط الكهربائي
اولا نتوما الا ما عندكمش الخلاط الكهربائي تقدروا البنات ديروها غير في المكسور وطحنوها. انا غادي نطحنها في الخلاط الكهربائي، غادي نضيف لها ديك زريعه الكتان اولا بذور الكتان مع داك الروز اللي تنكون طيبنا، وضروري البنات تخليهم حتى كيطيبوا وتنقص لداك الماء اللي كاين فيهم، ما تخليهمش البنات باقي ما طايبينش وتمشيو طحنوهم. غادي نطحنهم هما وديك البطاطا اللي حكينا. وفي هذا الاثناء البنات تناخذ واحد لي باموس اللي تتكون مغسوله ونقيه، وهاد لي باموس البنات انا مخليها غير الوصفات، غادي نديرها في واحد الكاس. المهم هاد الطريقه تجيني عمليه، وغادي نوضع فيها الخليط البنات تاع الروز وكذلك البطاطا وزريعه الكتان، وغادي نبدا نعصر فيهم بهذه الطريقه هذه. غير حاجه اللي نوصيكم البنات ما تخليهم حتى تيبردوا طحنوهم، ضروري ما يكونوا باقيين سخان. لحقيتاش بذور الكتان الا قعدت تبردت لينا راه ما كتبقاش تطلق لنا داك الهلام ديالها، فلهذا خواتاتي ضروري ما تكون باقا سخونه. غادي نبقى البنات نستخلص غير داك الجيل تاع بذور الكتان كما تشوفوا معايا البنات. غادي نبقى نعصر فيهم هكا في ديك لي باموس اولا شي زويف اللي تيكون رقيق البنات، ما ديروهمش البنات في الصفايه، ديروهم البنات في شي زويف اولا في لي باموس كما تشوفوا معايا، باش تستخلصوا غير داك الهلام تاع زريعه الكتان وكذلك ديك النشا تاع الروز والبطاطا. غير يلا وصلتوا حتى لهنا خواتاتي، ما تنساوش اختكم واحد اللايك وكثروا اللايكات، الله يجازيكم بالخير، باش ان شاء الله يطلع لا فيديو يستفد الجميع. وكذلك البارطاج البنات تاع الوصفه، بارطاجيوها مع حباباتكم وصحاباتكم، مع كل من هي وحده عزيزه عليك وبغيتي ليها الخير، بارطاجي مع هذه الوصفه هذه. ودابا خواتاتي بعد ما تنستخلصوا داك الجيل تاع بذور الكتان، شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله، جيل اللي هو خطير البنات في شد البشره، تيقضي على التجاعيد، تيبيض لنا البشره، تيحيد لنا التسبغات من البشره، زوينه البنات بزاف بزاف. واخا نعيا ما نشكر لكم فيه ما غاديش نفي لكم بالحق ديالو، ان شاء الله فاش غادي تجربوه غادي ترحموا ليا الوالدين عليه. شوفوا البنات تبارك الله، انا بعدا راه عجبني. غادي نشدو غادي نديرو في واحد القرعه اللي تتكون مغسوله ومعقمه، وغادي نديرو في الباب تاع الثلاجه. وهاد الجيل البنات راه تيدي ليا واحد المده اللي تبارك الله ما شاء الله، تيدي لي واحد المده اللي طويله. نبغيك اختي ديري هاد الجيل كل نهار ديري على البشره ديالك، راه الا ما تهليتيش في البشره ديالك راه ما كاينش اللي غادي يطلع لك فيها. فلهذا البنات اعتنيوا بالبشره ديالكم. اما هاد البقايا تاع الروز وكذلك زريعه الكتان والبطاطا راهم ما باش غادي نديروا المقشر. عرفتوا البنات هاد المقشر والله البنات غترحموا لي عليه الوالدين. غادي نضيف لهم القهوه، ماشي القهوه سريعه الذوبان، لا البنات، البن طبيعي، القهوه بن طبيعيه ويكون ما فيها لا عطور لا حتى شي حاجه. غادي نشدهم وغادي نخلطهم تماما. هاد المقشره البنات نبغيكم ديروه فاش تمشيو للحمام، الا كنتي اختي غادا للحمام اولا باغا دوشي في الدار، حتى كدوشي وتحكي وتسالي، يعني تتسالي صحتك كامله تتبغي تشلي، وهي اللي تتشدي اختي هاد المقشر هذا وغادي ديري ليه على الجسم ديالك كامل من وجهك حتى رجليك، يعني بقيت تقومي به البشره ديالك كامله. بقيت ديري هاد الحركات الدائريه حتى كتحسي بيه دخل لك البشره ديالك. عرفتوا البنات راه تتخرجي رطبه 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 رطبه، وواحد الرويحه فيه، واحد الرويحه فيه اش غادي نقول لكم، رويحته يا سلام يا سلام البنات تاع القهوه، واحد الريحه اللي هي غزاله. وفاش غتمصي بها اختي الجسم ديالك كامل، فاش سالي اختي تشلي ولبسي ليا حويجاتك، وراه الا كانت شي وحده حداك راه غادي تسولك، ضروري غتسولك لحقاش تعطي واحد الريحه اللي هي زوينه. اما الماسك ديالنا البنات غادي تبقاو ديروه يوميا على البشره ديالكم، ضروري البشره ديالكم ما تكون مغسوله ونقيه، وطبقوها اخواتاتي على البشره ديالكم وخليه حتى كينشف لكم تماما. عرفتي راه كتحسي بالبشره ديالك تتجبد. فاش تغسلي اختي الوجه ديالك راه تتلقاي البشره ديالك مشدوده ومجبده ورطبه وبيضه بيضه بيضه كتشعل وفيها واحد اللمعه. يا سلام البنات، جيل تبقاو تستعملوه يوميا على البشره ديالكم، جيل اللي غزال غزال غزال. تنتمنى خواتاتي تجربوه، راه ما غاديش تندموا عليه. ودابا مبقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم، الفيديو جديد. غير ما تنسونيش اخواتاتي واحد اللايك، الله يعطيكم الستر والله يعطيكم ما تمنيتو، والبارطاج البارطاج البنات.